بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا مع حضراتكم في الحلقة اللي فاتت من الأصناف لحد ما وصلنا الشيكات المستحقة. دلوقتي هنبدأ مع حضراتكم في التوريدات وبدايتها تسجيل بيانات الموردين. اسم المورد وليكن مثلا عبد الله السعيد، بمناسبة إن بكرة ماتش مصر وغانا. العنوان عارفين، وليكن مثلا القاهرة. أي تليفون وهمي. اسم المسؤول اللي أنت عايزه، أنا هضيف اسمي أبو علفة، أحمد أبو علفة. إجمالي مبالغ المورد ده هو اللي أنت بتشتري منه، عشان تبقى واخدين بالكم بس. يعني التوريدات دي أكنها هي المشتريات. إجمالي مبالغ المورد وليكن مثلا 70,000 جنيه. تمام. الموبايل بتاعه والبطاقة ضريبية والسجل التجاري والفاكس. عايز تكتبهم، مش عايز تكتبهم ما تكتبهمش. أهم حاجة تكتب اسم المورد وليه كام عندك. الحالة طبعا هو دائم بالطبيعة، ما تحاولش تغيرها لأنه دايما بيبقى دائم، لأنه بيحمل مشتريات. تمام. وتعمل حفظ. تلاقي مثلا تحت هنا عبد الله السعيد القاهرة، والمبلغ اللي ليه واسم المسؤول والقيمة اللي هو دائم بيها مديونيته، وتمام كده. الشاشة بتمكنك من انك تعمل حذف وتعديل. يعني مثلا هتأشر عليه وتعمل تعديل، يجيب لك فوق اسم المورد علي السيد ومن السنطة. انا مثلا مش عايز اخليه من السنطة، عايز اخليه مثلا من كفر الزيات. حول هو مثلا سكنه واعمل حفظ التعديل. شوف كده، علي السيد مثلا، وليكن غير اسمه خالص. هو غير اسمه علي السيد وخلاه أحمد عبد الله، وليكن يعني نضرب مثال. نعمل حفظ التعديل. تم حفظ التعديل بنجاح. تمام. لو عايز أحذف أصلا أحمد عبد الله دوت، أو تأشر عليه تنشطه، يعني تعمل حذف. تمام كده نكون خلصنا أول جزء في التوريدات. إزاي تجري عملية التوريد؟ التوريد ده أنا بشتري من واحد، عايز أعمل فاتورة المشتريات يعني، أو أحط عندي المشتريات في المخزن. أول حاجة تختار المورد، وليكن مثلا منار. نبدأ مثلا سامسونج. اسم الصنف S3 قطعة. اسم المخزن مخزن كفر الزيات تلقائي. الكمية الحالية هو اداها لي. أنا مثلا الكمية اللي ضفتها كام؟ هضيف مثلا كمان عليهم 10. هعمل إضافة. يبقى أنا لما أروح عندي مجموعة السامسونج S3 هلاقي 20 في الكمية، يبقى أنا عندي 20 من الصنف ده، والباركود ظاهر والمخزن ظاهر وكده. أختار اسم المجموعة برضو تاني، الصنف S5. اسم المخزن كفر الزيات. عندي الكمية الحالية 10. الكمية اللي هضيفها كمان، قول مثلا اشتري 5 بالسعر البيع وسعر الشراء بيبقوا موجودين برضو. نعمل إضافة. يبقى كده إيه، وليكن برضو هنخش برضو على الايفون. نعمل مثلا كده اسم القطعة ظهرت. وليكن مثلا هنشتري كمان 8 ونعمل إضافة. ايفون برضو. اسم المخزن كفر زيات، أنا مسجله باسم المخزن كفر زيات. هشتري مثلا كمان 2 وأعمل إضافة. أنا دلوقتي المورد اداني خصم، يبقى ده خصم بالنسبة لي، خصم مكتسب ليا. يبقى مثلا اداني خصم، وليكن انت عايزه قيمة ولا نسبة. هو لو قال لي قيمة مثلا من إجمالي المبلغ اللي هو 123,500، هيعمل لي مثلا خصم 3,500، يبقى الباقي 120,000. أنا مثلا دفعت 80، يبقى الباقي 40,000. تمام. لو عملت تم سداد نقدا، هي طباعة الفاتورة هتطبع معاك. لو انت عايز نسبة، تعمل نسبة مثلا ولتكن
10%. هيعمل معاك المبلغ وهيحسبه البرنامج، هيحسب تلقائي عايز تعمله 20% اللي انت عايزه البرنامج شغال معاك فيه. ثم في الاخر تعمل حفظ الفاتورة عشان تمام. وهكذا بقى الفواتير شغالة 3 4 5 واسم المورد. لو انت عايز تضيف مورد جديد هنا في ليبل تضيف منه المورد الجديد اللي انت عايز تضيفه. تمام. التوريدات برضو هنخش على التوريدات. في تعديل وحذف عمليات التوريد. نختار مثلا مورد وليكن اللي انا اشتريت منه عرض ولا عبد لا، المهم يعني حضراتكم الفاتورة اللي انا اشتريتها مثلا ديت ولتكن بتاعت منار. نعرض مثلا هي عرض الفاتورة. اول حاجة حضرتك بتكون منشطها اصلا، بتكون منشط بيظهر لك اسم المورد، رقم الفاتورة بتاعته، المجموعة بتاعته لو انت عايز تأشر على المجموعة كده مثلا وكده. انا مثلا عايز اعدل في فاتورة الاس 3، هعمل مثلا يا اما حذف يا اما تفريغ. مثلا هعمل حذف، هو رجع لي مثلا هعمل حذف. احنا قاعدين عايز لو هو ده الخصم اللي انت تقوله اخليه نسبة، ده الخصم اللي انا اديته له. مثلا عايز اديله كمان خصم، ازود له مثلا خصم 20%، اخليه مثلا اعليه عليه لانه مثلا كده يعتبر رجع لي حاجات، فانا مثلا اخليه له مثلا 15%. هو البرنامج يحسبه تلقائي ويطلعه لك، وفي الاخر تعمل حفظ التعديلات. تم التعديل بنجاح. التوريدات لسه بالتوريدات. عرض وطباعة عمليات التوريد. اسم المورد وليكن برضه زي ما احنا شغالين منار، وهتعمل عرض تعمل كده اهيت كمية. ظهر لك عرض التوريدات. لو عايز تطبع الفاتورة يظهر لك دلوقتي اهيت زي ما حضراتكم شايفين. دي مكان اسم الشركة بالعربي وده مكان اسم الشركة بالانجليزي، ودي فاتورة المشتريات واسم المورد والباركود واسم الصنف واسم المخزن، وده السعر ودي الكمية اللي أخدتها، وده الإجمالي وده المدفوع وده الباقي وده قيمة الخصم اللي هي 15%، وده إجمالي الفاتورة. تمام. نخش كده نعمل تقرير بالمشتريات اليومية. ده تقرير بالمشتريات اليومية. عايز تعمل مجموعة وليكن سامسونج، بس أنا يعني بفضل إني أعمل للكل كده من يوم كل الفترات، وأعمل عرض اهوت ظهر لي كله. سيبك من حلواني وحلواني ديت، ده شغل عندنا. تمام. هتعمل طباعة. تمام اهيت اسم الكاشير. لو انت ضايف اسم الكاشير مش ضايف اسم الكاشير ده خلاص بتعدي منه. وهي دي الشاشة طباعة. وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة، وهنكمل مع بعض في الحلقة القادمة مدفوعات الموردين والحد حذف خصومات الموردين. كان معكم أحمد علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.